رسالة لكل أب عارف إن بنته مصاحبة ولد. هو للاسف انا كده هوجه رساله لمصر كلها. إيه رأيك في البنات اللي بتبقى بلا أصحاب ولاد؟ اولا هو الموضوع ما فيهوش راي اصلا، لان ربنا عز وجل حكم فيه من زمان، من قبل خلائق الخلائق. يعني ربنا عز وجل بيقول ولا متخذات اخزان، وفي ايه تانية بتقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وفي ايه تانية برضه في سوره النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهن ذلك ازكى لهن. احنا تابعين لشرع وتابعين لدين، وغصب عننا لازم نبقوا خاضعين ليه اصلا. الموضوع مش ما فيهوش راي خالص. انا ممكن نقول رايي في شيء موجود في الشارع صحيح، ونسند بيه بقى بايه، براي شرعي او براي عرفي حتى، بس طبعا الشرع الاول يعني. طب أنت شايف دلوقتي الحالة اللي إحنا وصلنا لها، هل شايف إن في صحوبية ما بين الولاد والبنات ولا أنت شايف الوضع إزاي؟ طبعا لا، هو دلوقتي في صحوبيه صحيح، بس طبعا دي حاجه احنا بننكرها. واي راجل في الدنيا زي وزيك يوم ما يفكر يخطب او يرتبط، اول حد مش هيختار فيه هي البيئه اللي حضرتك بتسالني فيها دي. يعني انا عمري ما هختار حد بيصاحب، بل بالعكس اول واحده بتلفت نظرنا كشباب هي البنت النقيه التقيه اللي الحياء مليها يعني. طيب تفتكر ليه البنات أساساً، تفتكر ليه أصلاً الفكرة دي موجودة إن في بنت تصاحب ولد أو يكون في علاقة صحوبية أو صداقة ما بين بنت وولد؟ علشان الموضوع يسوق اليه من زمن، في اختلاط اصلا من زمان. يعني الاختلاط ده بيجي بالتدريج. على فكره اي شيء احنا اتعلمناه حتى في المدارس وفي الجامعات، ان اي شيء بيتسوق له بالتدريج، واحده واحده انت غصب عنك بتلاقي نفسك ايه، تلقائي يعني بتنساق حواليه من غير انت ما تحس. حاجات كتيره حوالينا قوي من اول السوشيال ميديا عامه. اساس الفكره ان يكون في صحوبيه ما بين الولد والبنت بالنسبه للبنت، واساس الفكره بالنسبه للولد. يعني من الاخر كده البنت محتاجه ايه مش لاقياه في البنات فبتصاحب ولد، والولد مش لاقي ايه في الولاد فبيصاحب بنات. رقم واحد الرغبه والاحتياج. هو يعني مبدئيا ربنا عز وجل لما قال كل المؤمنين يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ذلك ازكى لهن. اذكى هنا معناها اللي هو ده اتقى ليك وافضل ليك، اللي هو من الاخر كده ما تروحش ناحيه السكه دي. حتى برضو في الزنا قال ايه، ولا تقربوا الزنا. القرب هنا ان انت حتى ما تفكرش حتى توصل للخطوات نفسها. ليه؟ لان دي منطقه حظ. دلوقتي المجتمع اللي احنا فيه يسوق ليه ان الاثنين عادي واحنا اصحاب وماي فريند ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس في احتياج للراجل ناحيه البنت وفي احتياج للبنت ناحيه الراجل. مفيش راجل يحب ان مراته او خطيبته تكون بتكلم واحد حتى لمجرد ان هي تكتب له لايك، يعني تتكل له لايك حتى. عندك اخوات بنات؟ طبعا عندي اختين. عندك اختين؟ المبدأ ده مقفول؟ الولاعه ما بتجيبهاش من المحل، انا خدام لحد ما تخش بيت جوزها. انت خدامها، هي تاج على راسنا لحد ما تدخل بيت جوزها، معززه مكرمه. عمرنا يعني انا عمري في حياتي ما مديت ايدي على اختي حتى. احنا اتربينا ان دي تاج على راسنا، وان احنا نخدمها لحد ما تروح برضو للي يعززها ويكرمها، ويوم ما يعززها ويكرمها نشيلها برضو فوق دماغها. رساله لكل اب عارف ان بنته مصاحبه ولد. هو للاسف انا كده هوجه رساله لمصر كلها، اتقي الله في ذريتك.